السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف وعدتكم دائما بوصفات رائعه وبسيطه. وصفه اليوم كيف ما كتشوفوا هائله جدا وبمقادير متوفره في اي بيت. عندي نصف لتر ديال الحليب، كاس ديال الزيت، خماره من فئه 7 غرام، خميره كيماويه، فاني، عندي زوج بيضات ديال بحراره المطبخ، عندي 7 ديال 9 ديال الطوبات ديال السكر الكبار، يعني نتا اتاي. عندي ملح وملعقه كبيره ديال خميره الخبز، نظرا لان الجو بارد فمن الافضل انكم توضعوا ملعقه كبيره. هادو هما المقادير، وبطبيعه الحال الدقيق المزيان الخاص بالحلويات باش تجيكم الوصفه رائعه. هادو هما المكونات، مكونات بسيطه والنتيجه كيف ما غادي تشوفوا رائعه جدا. في كسرونه غادي ندير نصف لتر ديال الحليب، وغادي نوضع فيه هادوك الطوبات ديال السكر، وغادي نحطو فوق البوطه وغادي نحركهم حتى كيذوب هذاك السكر تماما، ما كيبقاش عندي السكر بالمره. في الاناء غادي نوضع فيه جوج بيضات، غادي نطربهم مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. صدقوني هاد البريوش الا جربتوهم مره غادي يوليو معتمدين عندكم وما عمركم تستغناو عليهم. وصفات ناجحه وبمكونات متوفره في البيت، ضروري ما انها كتكون في الدار. البيض والحليب فهما عناصر ضروريه في المنزل. اذا كيف ما شفتوا معايا غادي نوضع البيض، وغادي نوضع الفاني، القليل من الملح، وغادي نطرب مزيان هاد المكونات. وخليكم مع الفيديو من الاول حتى الاخير فضلا باش تشوفوا الطريقه البسيطه باش كنشتغلوا. انا ما كنقطعش المراحل باش تشوفوا كل شيء بالضبط وبالتفصيل. اذا كنطرب البيض نتاعي مزيان مع المكونات كيف ما شفتوا معايا حتى كينسجموا مع بعض. من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت وغادي نوضعه بالتدريج كيف ما شفتوا معايا. الخليط ديال البيض فهو ولا فاتح اللون. غادي نضيف الزيت بالتدريج حتى كنسالي الكاس ديال الزيت اللي عندي. هاد المراحل مهمه وضروري تتبعوها في الفيديو باش تنجح معكم الوصفه. من بعد غادي نضيف الحليب اللي سبق وطيبناه ماشي طيبناه ولكن ابتدى فيه هذاك السكر، كنخليوه حتى كيدفى وكنصبوه على الخليط نتاع البيض وباقي المكونات. بطبيعه الحال فالحليب فيه السكر الكافي باش يحل ليا البريوش نتاوعي. كنضيفه بالتدريج بالشكل اللي كتشوفوا معايا حتى كنسالي الكميه ديال الحليب اللي عندي. كنزيد كنطرب مزيان. من بعد يا اما غادي تشتغلوا بالطراب الكهربائي ولا غادي تحيدوه وتشتغلوا فقط بطراب يدوي باش توضعوا باقي المكونات الناشفه الجافه كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نضيف الخميره نتاع الخبز. شوفوا معايا ما شاء الله لان الجو بارد، فكميه ديال ملعقه كبيره ديال خميره الخبز فهي كافيه باش يخمروا لكم لي بغيوش نتاعكم. وافضل طريقه في فصل الشتاء اللي تخليهم يخمروا بسرعه ويجيكم رائعين هو انكم توضعوا هاد المكونات كلهم وتصيبوا المكونات نتاعكم بالليل، مثلا 8 ديال الليل 9 تخوضوا هاد المكونات. من بعد تغطيوهم وتخليهم حتى الصباح كتلقاوهم خمروا باش ممكن تحطوهم في وجبه ديال العشيه. بطبيعه الحال فهما كيجيو رائعين جدا الكوتي نتاع الاطفال. من بعد غادي نجيب الدقيق وغادي نضيف بالتدريج الدقيق بالتدريج حتى كنخلط مزيان المكونات نتاعي كيف ما سبق وقلت لكم، يا اما بالطراب الكهربائي يا اما بالطراب اليدوي، لكم حريه الاختيار. المهم ان الدقيق ما يبقاوش فيه كتل ما يبانش الدقيق في وسط العجين، هذا هو اهم حاجه. من بعد كيف ما شفتوا معايا انا حيت الطراب الكهربائي وخدمت باقي المكون ديال الدقيق بيدي فقط باش نحصل على القوام المناسب للبريوش، ما يكونوش قاصحين وما يكونوش تاني جارين بزاف باش يطلعوا لكم ويجيوكم فشفشين وزوينين.
اذا كيف ما شفتوا معايا هكذا خاصهم يكونوا، كيلتصقوا قليلا باليد ولكن العجينه نتاعهم خفيفه. فهذا هو الشكل ديالهم. غادي نغطيهم بلاستيك غذائي وغادي نوضع عليهم منديل وغادي نخليهم حتى للصباح. كيف ما سبق وقلت لكم فانا كنحضرهم دائما بالليل باش الصباح كنلقاهم واجدين تماما نشتغل بهم. غادي نضيف منديل كيف شفتوا معايا، انا غطيتهم بمنديل وخليتهم جانبا حتى الصباح. وهنا ملي الصباح لقيتهم خامرين تماما وبشكل اللي بغيت. فما شاء الله شوفوا معايا كيفاش كيخمروا. هذه طريقه رائعه في فصل الشتاء للناس اللي عزيز عليهم المعجنات، فهي افضل طريقه انك تخوضيهم بالليل والصباح كتلقيهم واجدين بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. غادي نوضع القليل من الزيت وغادي نهبط الهواء اللي موجود في العجين. كيف ما شفتوا معايا كنحيد الهواء اللي فيها كله. غادي نقطعهم على شكل دوائر. طبيعه الحال كل شيء كيعرف الطريقه ديال البريوش، ما كنظنش ان شي واحد فينا ما كيعرفش الطريقه ديالهم. كنقطعهم على الشكل والحجم اللي بغيتو نتوما. بطبيعه الحال هنا عندي شويه ديال الشوكولات للناس اللي باغيين يزينوهم من الداخل بالشوكولات، واللي ما بغاش بطبيعه الحال فكيخليهم بهذاك الشكل. شوفوا معايا كيفاش كنقطع العجين تاعي. بطبيعه الحال كنوضع طاوه فيها ورق الزبده وكنقطع الكويرات نتاعي بشكل متساوي. كنوضع في الداخل نتاعهم الشكلاط كيف ما قلت لكم، يا اما هذا الشكلاط بهذا الشكل، يا اما ممكن نوضعوا ايضا شوكولاته الدهن، فهي كتجي ايضا رائعه. كنجمع الكويرات نتاعي وكنحطهم في اللاطه الخاصه بالفرن مباشره. من بعد ما كنجمع العجين مزيان وكنسطحها باش كتعطيني شكل واحد وبسيط. هنا كيف ما شفتوا معايا زربت المقطع باش ما نقطعوش لكم بالمره، حتى غادي نوريكم الشكل النهائي ملي ساليت الطاوه ديال الفرن كيفاش كان الشكل ما شاء الله رائع جدا. من بعد ما كنسالي وكنحطهم بالشكل اللي شفتوا معايا غادي نطرب صفار بيضه، فقط صفار بيضه مع قطرات من الخل وملعقه صغيره تقريبا او ملعقه كبيره ديال الحليب وشويه ديال الفاني، وهو باش كندهن الوجه باش كيجي فيهم اللمعه اللي غادي تشوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجيو رائعين جدا. هنا ملي كنجمع العجين تاعي ضروري ما كدهنوه قبل ما كيخمر الخمره الثانيه، هذه حاجه ضروريه. الا خليتوهم حتى خمروا عاد بديتو كدهنوهم كيهبط العجين تاعكم وما كيجيوش زوينين. اذا النصيحه انكم تدهنوهم قبل ما تخليهم يخمروا المره الثانيه. هنا زينتهم بالقليل من الزنجلان او كيف ما كنقولوا السمسم البلدي باش كيعطيو لون جميل جدا وهما محمرين. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي الشكل نتاعهم رائع جدا. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما دهنتهم بالبيض بطبيعه الحال فرشات باش كندهنوا بالبيض وضعت عليهم شويه ديال الزنجر من الفوق كيجي الشكل ديالهم هو هذا. كناخذهم للفرن، كنشعل الفرن على درجه حراره متوسطه، كنشعل عليهم من الفوق ومن الاسفل دقه واحده، من فوق والاسفل بدرجه حراره متوسطه. كيجيو رائعين تخليهم حتى كيتحمروا تماما من الجوانب ومن الاعلى ومن الاسفل، وكتخرجوا الطاوه ديالكم كلها محمره دقه واحده. كيف ما غادي تشوفوا معايا كيجي الشكل ديالهم رائع جدا. وإلا جربتوا هاد البغيوش اكيد عمركم ما غادي تندموا عليهم، صدقوني كيجيو رائعين. شوفوا معايا ما شاء الله من بعد ما طابوا البريوش ديالي شوفوا هذيك اللمعه اللي كتكون ديال البيض كيفاش كيجيو هائلين جدا وكيستحقوا التجربه. كنتمنى انكم ما تبخلوش على هاد الوصفه باللايك وباشتراك وتشاركوها مع الاحباب، اكيد ما غاديش تندموا ابدا عليها. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كتجي هائله جدا وتستحق التجربه. شكرا لكم على حسن المشاهده، ونلقاكم في وصفه اخرى من الوصفات الناجحه في القناه. مع السلامه.